السلام عليكم أصدقاء قناة الورشة، أهلا بيكم في لقاء جديد وفيديو جديد. النهاردة أنا جاي وجايب معايا أداة تثبيت بديلة لظرف المخرطة. يعني إيه هنرمي الظرف؟ لا طبعا، الظرف روح المخرطة. كل الحكاية إن الخراط مننا أول ما بيمسك الشغلة اللي هيعملها بإيديه دماغه بتعمل كده بالظبط زي الكمبيوتر، ويقعد يرتب العمليات في دماغه ويقول همسك على الحتة كده واعمل مش عارف ايه الاول، وبعد كده اقلب على الحتة وامسك عليها واعمل باقي العمليات ومش عارف اعمل ايه تاني. يعني الواحد فينا بيلاقي نفسه شطب الحتة وعمل لها كسر سوك وهي لسه في ايده. خلاصة الكلام، كل ما هيبقى عند حضرتك بدائل وطرق مختلفة للتثبيت هتبقى شغال على المخرطة وبتنجز شغلك بسرعة، وكمان آمن على نفسك. قبل ما ندخل في الموضوع بقى ونتشغل، اضغط لايك، هتلاقي علامة اللايك تحت الفيديو بالظبط بترتفع صباعك، المسها بس المسها. والله يا عم ولا هتتعب ولا هيجيلك كرشة نفس ولا حاجة، كن مطمئن. اضغط لايك وانا المسؤول. ها ضغطت لايك؟ تمام يا صاحبي، يلا بينا بقى ندخل في الموضوع ونشوف الفيديو. دي شقة بكولت، احنا عملنا ليها فيديو قبل كده شرحنا فيه اجزائها. النهاردة احنا هنتكلم عن مزاياها، واول واهم نقطة عايز اقولها، دي اداة تثبيت انتاجية. يعني لو الورشة اللي انت بتشتغل فيها شغلها قايم على الصيانة، يبقى الظرف اهم حاجة عندك وهو الاساس في شغلك. انما لو بتشتغل انتاج، تعالى بقى بص يا سيدي. اول حاجة، الشقة دي راكبة على قلب المخرطة، يعني مشحوطة على المسلوب بتاع عمود السبندل، وده معناه ان الرفة، وبقصد رفة التقب، تقب الشغلة مع قطرها، مش هتزيد عن 2-3 من الملي. تخيل بقى لو انت هتاخد رفة بالمستوى ده وتثبيت او رباط للشغلة بشكل امن جدا، يعني ولا هتطير لا قدر الله منك الحتة ولا هتقلب، وكمان هتفك الحتة وتربطها في ثانية الا ثانية. أكتر من كده إيه؟ مفيش احلى من كده. اداة تثبيت انتاجية ناجحة بنسبة 1000%. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم.